تعالي اقولك ازاي نعمل قالب عيش صحي وطري مسامي من غير ولا نقطة دقيق ولا جلوتين، واحلى ساندوتش ليكي في نظام غذائي صحي بعيد عن الدقيق والنشويات. يلا نبدأ. هنضيف بيضتين في مج يكون بيدخل الميكرويف او اي قالب صغير يكون بيدخل الفرن او الاير فراير، ذرة ملح وذرة فلفل اسمر وبيكربوناته او بيكنج باودر. هنحط لكل بيضة معلقتين طحينة خام. انا حطيت 4 بس انا صورت بس 2، يعني انا برا الفيديو كملت الكمية. هنحط معلقة خل علشان زفرة البيض برضو، وهنقلب الخليط ده كويس لحد ما يتضرب ويبقى القوام بتاعه متماسك. كده وصلنا للقوام اللي انا بقولكوا عليه، بيبقى كريمي شوية. هنضيف على الوش بذور شيا عشان نرفع القيمة الغذائية كمان شوية، ورشة حبة البركة، ممكن بذور كتان، ممكن شوفان، ممكن ناس تحب تخليه مثلا مسكر فتحط زبيب، يعني على حسب انتي عاوزة تعملي ايه. هندخله الميكرويف بالظبط على 3 دقايق على برنامج تسخين. 3 دقايق هيكون استوى، وهنطلعه نطلعه من القالب ونسيبه يبرد شوية. انا قطعته بسرعة عشان الفيديو، لكن احنا المفروض نسيبه شوية لما الحرارة تهدى. طعمه مقبول جدا، جربوه ان شاء الله هيعجبكم. بألف هنا.